ده يوم في حياة عندها بنوتة اسمها غالية عندها سنة. النهارده اليوم مميز قوي علشان خارجة افسح غالية وغير لها جو بعد التعب اللي مرت بيه، والحمد لله عدى على خير. عايزة اقول لكم من كتر ما انا مبسوطة صاحية من الفجر، وما تسألونيش الست غالية صاحية معاكي ليه علشان مش عارفة الصراحة، بس مونسين. صليت بقى الفجر وشغلت سورة الكهف عشان كان يوم الجمعة، ودخلت عملت فطار جميل الحمد لله وكوباية نسكافيه. خلصت فطاري الحمد لله وفطرت غالية علبة زبادي عليها معلقة عسل. دخلت بقى اعمل لها وجبة مغذية وفي نفس الوقت سهلة عليا اكلها لها واحنا بره. كانت عبارة عن نص كوباية شوفان مطحون عليهم كوبايه لبن وتمرتين منقوعين من قبلها بساعه ومعلقه زبده فول سوداني بس من غير سكر، وبقلب كويس قوي، ولو القوام تقيل مني بزود حبه لبن وكده تبقى جاهزه. دخلت بقى على طول احضر لها الشنطه، والاونر قالت لي خدي لها معاكي شرابات ووايبس وطقم زياده وابرون وفوطه، وانا خدت معايا ساتر الرضاعه. ودخلت بسرعه عملت لها كيكه كسناك وحضر لها لانش بوكس، وكل ده وانا في قمه سعادتي ومش عارفه احساسي هيبقى ايه وانا بعمل لها لانش بوكس الحضانه. لبسنا بقى بسرعه علشان الوقت سرقنا، ورحنا على احلى مكان نخرج فيه الاطفال من عمر 6 شهور لغايه 3 سنين، وفعلا طلع خطير مليان العاب كتير قوي، كمان مفروش كله بالفوم يعني امان جدا للاطفال. وانا كنت في قمه سعادتي عشان غاليه مبسوطه، وبصراحه كانت اهم حاجه جيت عشانها المكان ده ان غاليه هتتفاعل مع اصحاب تانيين، وده كمان مهم قوي خصوصا لو طفلك هينزل حضانه قريب. كمان بيساعد الاطفال يخرجوا كل طاقتهم في مكان امن بالكامل، والمكان اسمه تايني توتس. قعدنا بقى نلعب كل الالعاب وما سيبناش لعبه في حالها. غاليه انبسطت قوي بالاندور، بس ما يجيش حاجه جنب سعادتها بالاوت دور، وهتشوفوا ليه دلوقتي. وده بقى عشان الاوت دور مليان بالالعاب اللي الاطفال نفسهم ياخدوا فرصتهم فيها، زي الرز الملون والميه والالوان والسلايم، وكلها ماتيريال سيف جدا للاطفال. عرفتوا بقى اهميه المكان ده لينا كامهات ولا لسه؟ ده غير كمان ان عندهم اكتيفيتيز كتير قوي ومتنوعه زي الكلاون شو والانيمال شو والسيركل تايم. خلصنا لعب الحمد لله، وده كان منظرنا في الاخر، فكان لازم اغير لها هدومها. رحت واخداها على طول ودخلنا على التشينجنج روم، وبصراحه انبهرت من نظافتها، غير ان متوفر فيها كمان مناديل واكياس بلاستيك وحمام بيتعقم كل شويه. لو انت موسوسه من حكايه النظافه فطمني على الاخر. وحقيقي دي مش اخر مره هودي غاليه هناك، انبسطنا قوي وعايزه اشكرهم بجد على اليوم الجميل ده. خلصنا الحمد لله ورحنا على مامة احمد عشان نتغدى هناك. اتغدينا وروحنا على طول عشان كنا فاصلين. غاليه اتدلقت على طول، ولو وصلتوا لغايه هنا فشكرا انكم كملتوا معايا يومي للاخر.